يا ده انا ابوه. انت وين؟ يا ده انا ابوك. ولا نعرفك. يا ده انا ابوه. ولا نعرفك. كهربا زادت يوم امه. يا ده انا ابوك يا العود. انت مين؟ انت مين؟ يا ده على طلقه طفلت بحقيقه. طلقت يا ابني مشروع. يا حاج بس يا حدافين. مري مري مري. يابا ده انت ما فيش الا بتغني وشغلة الميكانيكي بتاعتك ما بتاكلش عيش الا ما فيش الا الطاحونة بتاعت الفياض اللي انت بتصلحها كل مرة. ما انا كل مره نقول لك بوظ دي وبوظ دي، يا ده بتبوظ لي طاحونه ابو فياض ونروح نصلحها. طب نقول لك ايه؟ ايه؟ انا عايز نطور النشاط شويه. انا عايزك تروح لمكنه الحاج فزاع وتبوظها راخره عشان لما يجي يشغل ينادي عليا حتى بدل ما احنا قاعدين كده. بس تبوظها عطل، يعني ايه؟ تبوظها في الزنبلوكه. فهمت؟ عشان نروح نعرف نصلحها لان انا ماليش. بص انا هنيجي واخد العصايه بتاعت زيت ونيجي حاططها تطمر المكنه. لا بوظ الزنبلوكه بس. ماشي. يلا يا اخويا سلام. والله ما الا مبوظها لك. مري مري مري. كده انا اتاكدت ان ما فيش حاجه. ماشي. والله ما الا مخليكتيش حد يا عمي فزاع. يا مش راضية تبص لي. ايوان كده بوظت الزنبلوكه اللي ابويا قال عليه. انا اروح كده. يلا يالي يلا بينا. احنا عايزين بقى الشويه اللي في الخدان دول نسحبوهم بالمكنه قبل ما عمك هارون يدور. وادي حدافي. ايه حضر المكنه. انت كان راكب دي حضر المكنه قبل ما يقص ازاي. عمك هارون كل يوم ربنا وعدني بيه كل ما نيجي ندور نلاقيه يا اخوي قال الشويه اللي في الخزان. حلوين مية مية. والله يا حاج هارون ما انا مهنيك اني هرجع على ريق. انت لاعب في الكبسه بتاعت المكنه لك يا غبي. والله ما انا مستاهل. اللي ايه؟ دور مين اللي لعب في الزنبلوك؟ ان شاء الله عضوه. استغفر الله العظيم يا رب. كل ما نيجي ندور نلاقي عطل في المكنه. والله انا ما انا عارف لولا جدي كان ميكانيكي كنت هنعمل ايه. طب ظبطها كده شروه يلا قبل ما مية مية كده مية مية. نار ملاش هيبقى. ادي حداف لسه. طب املى انت سرعه. قارني يا حاج هارون ادور ازاي. والله لا نشفطها بحالها البص لا نشفط القناه بحالها. استنى لسه. يابا بوظت حالك تبييضه وحلقت الزنبلوك اساسا. حليت الزنبلوكه خالص هلا. انا عايز محدش يعرف العطل دي غيري انا عشان اول ما يروح نصلحها ويقول لي ليلك مبروكه وانت صنايعي فشيخ. انا بقى هنجهز العده ونستنظر لما ينادي عليا. ولا ايه؟ روح. تعالوا نجهزوا العيد. ماشي. ادي حدافي. ايه؟ حاضرين. لا يلا. اياك ما تكون زي كل مره يبقى نار ابوك بس اقعد ننكسر بس احنا ما معناش فلوس. انت رئيس شهود على ما فيني. الكتر مش عارف ده مين على كان. انت انا تفريهي. ادي حدافي. اوعى كده اوعى مش عارف حاجه انت اوعى. بس انظبطي. اوعى كده. حرك كبدك قلت لك انظبط. انت عارف حاجه انت في المكان ده. انت هتهرشم لي وش النهارده. حضر المكنه.
على الحضر استنى. حضر يا حضر يا والله يا هارون ما انا مهنيك على ريه من هنا ورايا حتى لما تكون ارضنا عايزه ريه للرويه. لا سرعه بسرعه. مالك عملت لي ايه؟ ما انا في ما كان شغالي. والله يا حدافي ده خطيب بنفس بسرعه. في اللي تعبانه زي بسم الله. عندنا كمان جيركن يا حداف. استنى طيب. تعمل ايه يا حلو؟ يا بس خسرت عليك الفرحه، قلت نخليك تدورها تاني نشوفوها كده. نشوفوها؟ حرام عليك يا ابني، حرام عليك يا ابني، ده انت نهار امك اسود النهارده. معلش انا ليه عاملين لنا ويز الليل. ويز تعالى كده اهو. ده بتلاقي يا تعالى كده اهو. هنحضرها. حضرها، ده انا هنحضر لك نفوخك النهارده. يا هنحضر لك يا انت ما انت جايب البار وانا محترم نفسك. روح حالي روح حالي روح حدا حداف حالي ان شاء الله تنحدف يا ابني النيتيني. روح يالي جبراوه خد امك وروح لاخوالك. مش رايح يا حرام كبد امك. بقول لك خد امك وروح يا ده انا ابوه. انت وين؟ يا ده انا ابوك ولا نعرفك. يا ده انا ابوه. ولا نعرفك. كهرباء زادت يوم امه يا ده انا ابوك يا العود. انت مين؟ انت مين؟ يا ده على طلقه طفلت بحقيقة طلقت يا ابني مفروع. يا حاج بس يا حداف. بس يا حداف. يا حاج فزاع عيل مش متربي. مالك يا حداف؟ لا بيضرب فياه. بيضرب في امك. امسك فياه. خلاص يا حداف. عندي يا حداف. خلاص يا امسك حداف. فياه. خلاص يا حداف. يا ده حداف انا ابوه. انا ابوك يا امسكه فياه. انا ماسكه اهو خلاص بقى ماشي من امسكه. قدام منه. روح خلاص يا حداف. روح الواد تعبان. خلاص يا حداف. الواد تعبان الفاضي. يا ابو فياه يا دي حداف. يا ابو فياه. يا دي حداف خلاص الله يخرب بيت. الواد تعبان. يا خلاص يا دي حداف. يا حرق قلبي. يحرق قلبك قلب ابوك. قلت لك خلاص يا دي حداف. خلاص يا حدافي. خلاص يا حداف. خلاص الواد العبط يا حاج فزاع. هو بقى يضربني والله لا نفشخه. والله لا نفشخه. يا ابن الكلب بعتك 7 مرات لفزاع تبوظ مكانته. اشمعنى تاني يوم اللي جه مدورها؟ مش عارف. مش عارف ازاي تروح وتبوظ الزخوفه. ايوه مسؤولي. تعال يا ابو فياض. يلا انا غير في داهي. يغور يا اخويا ما تجيش. الله يحرق حدافي على يحرق ابوه. ايوه فزاع في ساعة واحدة. ليه يا اخويا؟ شوف عمره في ايه؟ ايه اللي حاصل؟ رحت لقيتهم عند المكنه عملت جد مرغوا زي الكلاب. يستاهل ويستاهل فزاع اللي بيعملوا فيه حداف يا ابنه. هنشكرك من فزاع. ليه ايه اللي حصل؟ انت لسه هتقعد؟ طيب فزاع يا اخويا كل ما كانت يحصل فيها عطل يقوم يصلحها. حصل فيها عطل في الزمبلوكه. اتفضل. حصل فيها عطل في الزمبلوكه قام صلحها. عطل في الحدافي قام صلحها. عطل في اللبلوبه بتاعت المكنه راح صلحها. اللبلوبه هو اللي صلحها؟ ايوه يجيب واحد يصلح. يجيب واحد يصلح ليه وانا موجود في البلد. لا فزاع كده غلطان. وعارف الايام دي بتواريخها كمان. انت كده يا حاج بسيوني عداك العيب. انا هنروح له تاني وهنغصب على نفسي ولازم نعرفه غلط. ده 7 مرات ما كنت تبوظ ونفسي انا واصلحها. لا ده انا هنطلع عليه لان انت ميكانيك المنطقه وبدام لبلوبه المكنه باظت ما يلعبش فيها واحد غريب. ما اقول له يا عم طب ما انت الطحونه بتاعتك بتبوظ وانا اللي بنصلحها. ونفسي نعرف ايه اللي بوظها. معلش مش مهم تعرف المهم ان انا اصلحها. انا رايح له اللي ينحرق كبده فزاع هو وابنه حداف. روح له. تعالى يا ولد. اه المره الجايه دي بقى عليا الطلاق ما رايح غير انا وانت ونبوظ النخروب بتاع المكنه نفسه. ماشي ونفضوا
زجاج عشان ما يعرفش، لو صلح ما يعرفش يدور. ماشي فكرة برضه. هو انت طول عمرك هتضربني؟ انت طول عمرك تشتم فيا. ده انا ابوك. ده انا هنكسرك. يا ده انا ابوك يا انا. لا انا هنكسرك كده على قلبك. يا فزاع يا ده انا مش متفق معاك يا ادمن. لا 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 الله يحرق كبدك يا حداف. كسرك. واد يا حداف. وانا كل مرة اجرك فوق ابوك يا انا. خلاص يا حداف. خلاص يا حداف عندنا يا حداف. خلاص يا حداف. يا حدافي. خلاص يا حداف. ايه اللي حصل بس يا حداف؟ كل شويه يشتمني ويضربني ومزحني متفاسد من غير فطار. طب روح افطر انت وانا هنعلمه الادب. انا هنقتله. لا خلاص عندي يا حداف. خلاص يا حداف روح انت. لا هسيب النبي عشان خاطر. ماشي يا حداف روح ربنا يسلم خاطرك. مالك يا حزين؟ اسكت بقى فكنا منه. حركب دمه. الواد دي سرق عليك سرقه شينه خالص. تعبان يا ابو فياض لما الحاله بتجيله ما عادش من خلي بالك انا كنت مروح من المشكله اللي عدت انت وابنك حدافه مرمطون. يا عم الواد تعبان الله يكون في عونه. الواد ده هيجيب لي الضغط. ايه الحاج بسيوني زعلان منك زعل كبير. يا عم هو انا فيا اللي مكان الله يرضى عليك انا فيا اللي مكفيني. بقى انت المكنه تحتك تبوظ يوم الاربع الساعه 2 ويوم الثلاث الساعه 8 الصبح والنهارده باظت النهارده الساعه 4 ونص و5 وتروح تصلحها انت وما تجيبش الحاج بسيوني يصلحها لك. ليه؟ هي دي الجيري؟ يعني الحاج بسيوني اللي قال لك الكلام دي؟ ايوه انا عديت عليه قال لي عليها الطلاق انا ما مقصر مع فزاع في حاجه. ونقول لك التواريخ اللي صلح فيها المكن. صح. لا الحاج بسيوني كده فعلا عداه العيب وجزع. ده كده عداه العيب ونط على 7 8 بعدين. الراجل طاحونتي بتبوظ بيجي يصلحها. كل يومين ثلاثه تلاقي فاضي الطاحونه متفككه من تحت. يعني الحاج بسيوني عرف ان مكانتي باظت يوم الاربعاء، عرف ان مكانتي باظت مش عارفه يوم ايه. ده عارف التواريخ اكتر مني. كل حاجه عارف. طب بص بقى يا ابو فياض مش عارف الاعطال كمان. قال لي البلبوله بتاعت المكنه باظت. اولا البلبوله دي عمرها ما باظت وهي المره بس اللي باظت. عرفوا بقى ان هي باظت. قال لي البلبوله بايظه بقى لها يومين عندي. حصل. وهو راح صلحها. لا عملتيه. والبتاع الثاني اسمه البتاع اللي هناك ده الزنبلوك. لا والله الله ينور. بص بقى يا ابو فياض انت كده اثبتت لي ان اللي بوظ المكنه محدش تاني غير الحاج بسيوني. ده يا حاج فزاع هو الحاج بسيوني اللي بيبوظها. يعني الحاج بسيوني هيروح يبوظ المكنه عشان يجي يصلحها؟ امال عرف ده راجل ما بيقومش مع سجاده الصلاه. مين هو بسيوني ده؟ لما بيكون حد معدي بس. ده هو كده طالما عارف الاعطال وعارف المواعيد البوظان يبقى هو اللي مبوظها. طب وايه اللي يثبت ان هو اللي مبوظها؟ اللي يثبت اللي هو اللي مبوظها انت هتقول للحاج بسيوني بيقول لك الحاج فزاع اول ما يبقى فيه عطل في المكنه والله ما مصلحه غيره. وان بقى هو اللي ببوظ مش هيستحمل ويجي يبوظ المكنه على طول. عليه الطلاق لو يطلع هو اللي ننفخه يبقى هو اللي بنخربني في الطابون. وانا هنلبس في البوسنه اهو وانت قول له هتيجي تلاقيني هنا. انا رايح له اهو. يا ابوي انت لاقد ومتعنص ولا تحت ابوك متلفت. بسيوني انت مالك ايه؟ تعالى يا ابو فياض. انت مالك مدلدلها كده؟ والله زهقان وتعبان يا ابو فياض. انا رحت الفزاع. فزاع واخد على خاطره مني. ليه؟ قال لي اني مش لازم نبعته. هو المفروض يحس على نفسه ويجي. وقال لي قول له بلغوا الرساله دي على حنك على لسان. اي عطل يعطل في المكنه اول واحد هيروح له انت. والله قال لك كده؟ والله قال لي كده. خلاص ماشي. طب خليك نتعشى. انا مروح بقى انا على الاسلاف حدافي ويوم حداف. ليه؟ مرمطني كل شويه يحدفني في القناي. هو كل شويه دعس على ابوه برضه. كل ما اروح الاقيه ماسك ابوه عمال يشكعه بالكف على وشه ويرفصه برجله ببطنه. اصل ابوه عامله وحش فعشان كده الواد غصب عنه. طب سلام عليكم بقى. سلام ورحمه الله وبركاته. ما تنساش تبقى تيجي للطاحون. ماشي ان شاء الله. ولد دلوقتي اهو نروح نبوظوا المكنه بتاعت عمك فزاع عشان ينادينا يا غافي. فهمت ولا لا؟ بس عطل المره دي عشان نجيبوا بط حتى ونتعشوا. يلا. الله بقالنا يومين دعسين على عدسي مبشومين مني. طب يلا يا اخوي. رايح فين يا حداد؟ قبل تشوه النهارده. لا ما قابلتوش ليه؟ اصل والله كان مزعلني امبارح ونسيت نحاسب كنت عايز ننطشه كفين على الماشي النهارده كده ونضربه. ننطشه كفين؟ ده انت تغفى ابوك تغوى شينا خالص. حتى مزيد عمال ندور عليه مش لاقيه. لا ابوك مش هتلاقيه النهارده. روح انت
وانا هنجيبه لك لحد عندك يا حداف. ما تطولش بقى. مش مطول، روح يلا يا حداف. سلام. يا واد بقول لك ايه، المره دي بقى باب الرزق اتفتح لي. انا عم بوظ المكنه بحالي، وبعدين ايه عشان ناخد ايه فلوس، فهمت ولا لا؟ نبوظ دي ولا نبوظ دي؟ بوظ ديس كبير عشان ناخده فلوسك. في اعلان. صدقت بقى يا ابو فياض؟ صدقت لي انحرق كبده، طلع هو اللي بوظ المكنه. والطاحوني علي الطلاق للانفخوه. شوف الدلع يالا يا تنجيله، نقلع دي ولا دي يا غبي؟ اقلع ديس كبير. تعالي. ايه وانت ليه؟ نقلع دي نقلع دي ولا دي يا ابو فياض؟ اقلع راسه بحالها. ولا خلع. استنى يا رجال، اسكت يا طليعي سيبهم. اركن ما على عمك جنب، منحوس يا ابن الكلب. اركن على جنب. اقعد يا طبيعي بقى. الله يخرب بيتك. نقول لك ايه، انت بقى كل يوم تيجي تبوظ حاجه في المكن وعايزني انا اللي تصلحها. انت ناسي ان انا ميكانيكي؟ طب بروح افزع تحدفني في القناة. يا ناس. كنت بقول لك ايه، روح لهم اقول له جهاز الكفن بتاع ابوي. كفن انت لسه تروح. ايه هو انت ناس ان انا ميكانيكي يعني كمان بتشكك في سمعتي ومهنتي؟ طلعت انت نهار انت امك اللي اسود. بتبوظ الطاحونه بتاعتي. يا واد انا بقى الثاني، انت واحده وانا واحده. بالراحه اضرب. بالراحه يا حرقات بقى اضرب فياض، اضرب. حداد يا ابو فياض تعمل ايه؟ لا خلاص حرام حرام يا حاج حرام حرام. احنا بسيوني شو، لو شفتوا هتحبوه، وقناتنا على اليوتيوب روحوا يلا وتابعوه. احنا بسيوني شو، لو شفتوا